يعني انت كده اول ما تروحي هتعملي ايه؟ هتبداي المذاكره مثلا ازاي؟ اصلا اول ما اروح انام. عاملين ايه النهارده؟ جاي لكم فيديو جديد. فيديو النهارده معايا وجه جديد منا في اولى ثانوي عام. النهارده هنتكلم عن ماده الفلسفه وازاي ان احنا نخلصها بفتره قصيره وفي نفس الوقت نكون انجزنا منها حاجات كتير. الفيديو بتاعنا النهارده هيكون مختلف كده، في تجربه مختلفه عشان معانا منا طبعا. يلا نبدا اكلها كلها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو بتاعنا تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وشير لكل اصحابكم. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا احنا هنمشي الفيديو كالاتي. انا مثلا من نصايحي ان احنا نعمل ايه في الفلسفه، ومنا بعد كده يعتبر الماده دي ما فتحتهاش خالص الفلسفه من اول الترم. يعني يعتبر اللي هو ماده جديده عليها، اول يوم هتفتح يعتبر النهارده. فانا هقول لكم انا لو في مكانكم هعمل ايه، وهي لو في مكانكم يعني هي دلوقتي في الحاله دي هتعمل ايه. فمثلا أنا اول حاجه ايه اللي ممكن اعمله الاول هوريكم دلوقتي. بص، زي ما قلت لكم قبل كده ان الفلسفه من المواد اللي ممكن تتلم بسهوله جدا وبسرعه جدا، حتى لو انت مش مذاكر فيها اي حاجه ممكن فعلا انت تلمها، بالذات في سنه اولى. فاحنا هنبدا كده نشوف فيديو مراجعه على اليوتيوب اول ما نصحى، لان عندنا اليوم بقى من اوله. الفيديو بيكون ساعتين او ساعه وشويه، مش اكتر عن كده. فعندي الفيديوهين دول هحط لكم اللينك بتاعهم في اول كومنت. هبدا ان انا اتفرج عليهم وبالراحه واحده واحده وافهم الدنيا واشوف يعني الملخص كله بيقول ايه. وابدا لو في اي حاجه واقعه مني او كده ممكن ان انا اكتب لها ملاحظه وابقى اشوفها في الكتاب الاصلي، عشان يعني انا لو مش فاهمه الاصل بتاعها، لان ده فيديو مراجعه اكيد مش هيبقى اللي هو يعني شامل كل حاجه بالتفصيل، بس على الاقل هيكون اللي هو الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات اللي هي لما بالاخر. بعد ما اخلص الكلام ده وخلاص شفت الشرح، هجيب كتاب الامتحان لو معايا، وهجيب الاختبارات. هحل لي 3 اختبارات ولا حاجه، والاختبارات دي جابتها موجوده وشامله على المنهج كله، وحاسه انها لطيفه وجميله قوي. فانا هحط لكم اللينك بتاع اول فيديوهين قلت عليهم، اتفرجوا على فيديو منهم يعني مش الاتنين. وبعد كده هسيب لكم لينك كتاب الامتحان، هو مش معاكم تقدروا ان انتوا تحلوا الاسئله دي، وكده انتوا خلاص لميتوا المايك الماده. معاكي يا منى قولي لنا بقى انت دلوقتي، بصوا الساعه دلوقتي بالظبط كام؟ الساعه 9:04. المفروض ان احنا ده في اليوم اللي كان فيه امتحان عربي. بكره هو يوم فاضي وبعدها امتحان الفلسفه. حضرتك بقى هتعملي ايه؟ احكي لنا كده. بالنسبه ان انت ما فتحتيش الفلسفه، هي لسه جايه من مراجعه الفلسفه. بس المراجعه يعني اللي هو طبعا ما لميتش فيها كتير. فاتفضلي قولي لنا هتعملي ايه منها. اول ما اروح انام. تمام. وبعد كده هصحى تاني يوم الصبح بقى استغل الوقت من اوله. و اول حاجه هذاكر الملزمه والحاجات اللي احس ان انا يعني هنسيب لكم صوره الملزمه هنا اهو، هتظهر لكم كده. هي ملزمه صغننه مش كبيره. يلا كملي. الحاجه اللي احس ان انا مش فاهماها او ممكن انساها هحطها مثلا في ورق فلوسكاب واكتبها. ولو حسيت ان الملزمه مش كافيه او ان انا عندي وقت ممكن استغله مثلا في ان انا اعرف معلومات اكتر وكده. ده من خلال بقى مثلا ايه؟ يعني هتعرف معلومات اكتر منين؟ من على اليوتيوب بسمع فيديوهات طبعا بيبقى حلوه جدا للمراجعات. وطبعا برضو الاسئله اللي احس برضو ان انا مش عارفاها هكتبها مثلا في ورقه وكده، عشان مثلا رايحه الصبح ما اقعدش بقى امسك ملزمه كبيره واقعد بقى ايوه، ألف اللي هو ما فيها. تشتتيش نفسك وانت رايحه الصبح، ما يبقاش معاكي ملزمه ومش عارفه كتاب وملزمه مستر مين وحاجات كتير مع بعض. هي حاجه بسيطه تبقى معاكي كده تراجعي منها قبل ما تمشي من بيتكم الصبح وخلاص. يعني نحاول كده نبقى رايحين الصبح كده الامتحان عندنا شويه تفاؤل كده ومبسوطين شويه. بس هو دي بقى الحاجات اللي انا بعملها الصراحه لما بكونش مش مذاكره. المهم ان احنا في الاخر لو انا مش مذاكره ولسه ما ذاكرتش، ابدا اخد اليوم بتاعي من اوله. ده الخلاصه. اذاكر من مراجعه معايا، اذاكر من مراجعه على يوتيوب، اذاكر من اي ملزمه ملخصه. المهم ان انا استغل الوقت بتاعي في ان انا الم الماده. الفلسفه من المواد اللي في سنه اولى بجد سهله جدا، ولمها في يوم او يومين بيكون سهل خالص. وناس كتير مجربه الكلام ده. اختي السنه اللي فاتت كانت اولى ثانوي، انتوا عارفين، كانت بجد من اسهل المواد عندها، بالذات في اولى. مش هقول انها في ثانيه وثالثه سهله وبسيطه خالص، لكن في اولى بيكون المنهج بتاعها صغير على الاقل، فسهل انها تلم. فما نضيعش الفرصه دي من ايدينا ونبدا ان احنا نلم. اي حد فيكم لو عنده اي معلومه ازاي ان هو يلم بيها الماده بتاعه الفلسفه حتى لو كانت بسيطه، يشارك بيها زمايلنا زي ما منا شاركت معانا النهارده في الفيديو. وما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، شير لكل اصحابكم. باي.